السلام عليكم، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. معكم فردوس. اليوم جبت لكم اللي هي بيتزا كيجي بنينة ولذيذة. المكونات بسيطة، اللي هي بيتزا كيجي بنينة مقرمشة من العجينة ديالها مقرمشة وسهلة دغيا كتوجد. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفة. كندير واحد الكبيرة، نتوما اللي بغيتو ديروا واحد الكبار ماشي مشكل، الا بغيتو صغار اللي بغيتو. انا بغيت نوري لكم كيفاش الطريقه ديال العجينه بيسا ومقادير. غادي ناخدو 500 غرام ديال الدقيق ابيض، 500 غرام ديال السبيزيان يكون عبار بحال بجوج. غادي ناخدو شويه ديال الملحه على حسب الذوق. غادي ناخدو معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار. الا ما كاش ديال الحبوب ممكن دير خميره عاديه ماشي مشكل. غادي ناخدو معلقه كبيره ديال السكر اولا العسل. وغادي ناخدو معلقه كبيره ديال الزعتر يكون بحال هكا. غادي نتورك على يديا بحال كما تشوفوا معايا فيديو. ومن بعد غادي ناخدو جوج معالق كبار ديال الخل اولا حامض اللي بغيتو. ومن بعد غادي ناخدو جوج معالق كبار ديال الزيت الزيتون، حيت الزيت التحليه ديال الكحوليه ماشي مشكل غير طبيعي. صافي غادي ناخد نخلطو من ناشفين من الاولين. ومن بعد غادي نعجنو ما دافي. العجينه تكون خفيفه ما تكونش عاديه، تكون جاريه شويه حيت السبيتيات غادي يشرب، ولكن العجينه ضروري تسلك. صافي وتخلي ندهنو بالزيت غطيه بلاستيك غذائي حتى تخمر. ومن بعد غادي ناخدو شويه ديال الفلفله، شويه ديال الفلفله الالوان احمر واصفر اللي بغيتو. الا ما كانش الوان ممكن دير الفلفله اللون بوحدو. وغادي ناخدو مقله وغادي ندير شويه ديال الزيت مائده وعاد ندير الفلفله. ضروري تقلى فلفله مزيان باش يجي فلفله بنينه ضروري بحال هكا. الا نتوما ما بغيتيش تقلى مزيان ممكن قطع قيقه وديري فوق العجينه بيسه ماشي مشكل. صافي كنشحر كندير شويه ديال الملحه والشحر مزيان حتى يقرب طيب تيبان تحمر غير شويه تحمر فلفله. وصافي غادي تصفي على بوطه. من بعد غادي ناخدو 3 الحبات ديال البصله مقطعه طويل بهذه الطريقه كما تشوفوا. كنحيدو فلفله وكندير في مقله شويه زيت مائده وعاد ندير بصله. صافي وغادي نشحرها مزيان تحسب كذلك بحال كما درتي فيه فلفله كما درتي فيه سميتو بصله. وغادي ناخدو شويه ديال الملحه شويه ديال الزعتر وكنشحر مزيان حتى يتحمر. ومن بعد غادي ناخدو كبسه. كنحيد بصله وكندير الكبسه شويه ديال الزيت مائده. والكفته ضروري شويه ديال الملحه شويه ديال البصار باش يجي بنينه. صافي تقلى مزيان كما تشوفوا فيديو. من بعد غادي ناخدو العجينه خميره كما تشوفوها بحال هكا. صافي ضروري نرشو بدقيق ابيض. الا نتوما اللي بغيتي بيتزا عجينه تكون قاصحه شويه مقرمشه ممكن نعجني بالسبيتيان نكرطو بالسبيتيان. الا نتوما ما بغيتيش العجينه قاصحه بغيتي رطبه كرطو بالفورس. صافي كندير الكوابر بهذه الطريقه كما تشوفوا فيديو. نتوما اللي بغيتو كبار بغيتو صغار اللي بغيتو. صافي كندير عادي مين كما تشوفوا فيديو. كندير مسلك ضروري مسلك وكندير لاطه دهنو بالزيت باش تحمر الزيت مش ملصقش. وصافي غادي ناخدو العجينه واحده كبيره كنكرطو مزيان مسلك. العجينه يكون رقيقه باش يجي خفيفه كيجي خفيفه ولذيذه كيجي بنينه. صافي وتتقرطو مزيان حيت مازال غادي تخمر ضروري تكون عجينه رقيقه. من بعد غادي ناخدو مطيشه حيت مطيشه غادي يطحنو مزيان. كنطيبو في مقله كدير شويه ديال البزار شويه ديال التحميره شويه ديال الزيت المائده. وصافي كطيب مزيان ومن بعد بهذه الطريقه. صافي وغادي ناخدو شويه ديال البصله محمر وغادي ناخدو شويه ديال الفلفله محمر مقطع صغار. ومن بعد غادي ناخدو شويه زيتون اخضر مقطع
اللي بغيتو ماشي ضروري. من بعد غادي ناخدو شويه ديال الزيتون اسود، وغادي ناخدو الحوت. تبع الحك ديال الحوت اولا طيبو داركم ماشي مشكل، اللي بغيتي قمرون، بغيتي دجاج، بغيتي كفته، اي الحوت. غادي ناخدو فرماش مرساليلا اولا فرماش احمر، اي نوع من فرماش اللي بغيتو. وغادي ندير الحكاكه بهذه الطريقه. صافو كندير فرشي ضروري العجينه تكون فرشيت باش ما تنفخش من الوسط. ضروري كما تشوفوا بحال هكا. عادي دير في معطيشه. صافو كندهنو مزيان بالشناب وكلشي. ومن بعد غادي ناخدو شويه بصله محمر. طريقه سهله دغيا كتوجد، كيجي بنينه ومكونات بسيطه. صافو غادي ندير شويه ديال الفلفله محمر. الا نتوما مبغيتش الا ما كانش عندكم فلفله الوان ممكن دير فلفله لون واحد ماشي مشكل. من بعد غادي ناخدو كفته طايبه مشحر. غادي ناخدو شويه ديال الزيتون. الا نتوما ما تاكلوش الزيتون ما ديروهاش ماشي مشكل ماشي ضروري. ومن بعد غادي ناخدو فلفل زيتون اسود. وغادي نحكو فرماج كما تشوفوا فيديو نحكو بحكاكه. ومن بعد غادي يدخلو في الرانس حمر التحت. ومن بعد تحمر فوق كما تشوفوا فيديو كيجي بنينه ولذيذه. وكنتمنى تعجبكم هاد الوصفه دغيا كتوجد. وفي نهاية كطلب منكم مرة أخرى باش تعاونوني في تطويرات قناة بالضغط على زر الإعجاب والمتابعة باش قناة تمشي قدام تحقق نتائج إيجابية. شكرا.